مشاكل تحديث ال One UI 7 التي لا تنتهي. تحديث ال One UI 7 كان من أكبر وأضخم التحديثات اللي أطلقتها سامسونج في الفترة الأخيرة. خدوا وقت كبير جدا عشان يطوروه وعشان ينزلوه، واتأخروا فيه لوقت طويل جدا، دخلوا للسنة التانية عشان يطلقوا هذا التحديث. وهو جاي الحقيقة بمميزات كتيرة جدا، وبرضه جاي بمشاكل كتيرة. برضه أنا جاي لي كومنتات كتيرة من ناس حصل معاها مشكلة في الشبكة، سواء الواي فاي او شبكات الموبايل، اللي عندهم مشكلة في ان الموبايل حرارته عالية وبيسخن كتير، الناس اللي عندها استهلاك البطارية عالي، الشاحن بطيء، الموبايل بيسخن، في تقطيع في الانيميشن، التطبيقات بتخرج وحدها، الموبايل بيقفل ويجيب لوك سكرين لوحده، ومشاكل تانية كتير من النوع ده. طبعا ده كان متوقع ان بعد اي تحديث اندرويد، تحديث كبير، يحصل فيه مشاكل، لكن زي ما قلنا قبل ما يوصل التحديث، وفعلا دلوقتي ده حصل والناس لمسته دلوقتي، ان مشاكل ال One UI 7 كانت اكبر، ومتوقع انها تبقى اكبر من اي تحديث فات قبل كده، عشان في تغيرات كبيرة حصلت. وحتى ما قبل ما يوصل التحديث واحنا كنا بننصح ان اي حد يوصله التحديث يعمل اعادة ضبط مصنع عشان الموبايل يبقى تمام وما يحصلش فيه اي مشكلة، وتتجنب اي مشاكل وتبقى مريح دماغك خالص. لكن خلينا دلوقتي نتعامل مع الامر الواقع والمشاكل اللي موجودة دلوقتي. هل الضبط المصنع فعلا هو الحل الوحيد والحل النهائي لمشاكل ال One UI 7، ولا مش كل المشاكل هينفع تتحل معاها بإعادة ضبط المصنع؟ خليني أقول لك إن إعادة ضبط المصنع هيحل لك أغلب المشاكل، إن ما كانش كل المشاكل، هتبقى مريح دماغك. لكن خلينا نخصص كده الحل لكل مشكلة، ونشوف هل في حل تاني خلينا نتجنب إن احنا نعمل إعادة ضبط مصنع ولا لأ. خلينا مثلا نروح لمشكلة الشبكات واللي هي شائعة وحصلت مع ناس كتير. هل لازم اعمل اعادة ضبط مصنع ولا في حل تاني؟ لا، في حل تاني. انت ممكن دلوقتي تعمل اعادة ضبط للشبكة، مش اعادة ضبط مصنع بكامل الموبايل، لا، هنعمله بس للشبكة. ده بيبقى عبارة عن للواي فاي والبلوتوث وكمان شبكات الموبايل. طيب هل بقى ما نعمل كده مشكلة تحل؟ ممكن فعلا جدا، وبنسبة محترمة المشكلة معاك تتحل، ولكن في جانب كبير برضه الناس ممكن تقربوها وما يحصلش معاكوا اي حل، وتظل المشكلة قاعدة. وهيبقى هنا الحل انك تعمل اعادة ضبط مصنع، مفيش مفر. خلينا بس نرجع ونقول انت عملت ضبط شبكة دلوقتي والشبكات بقت معاك كويس، هل انت كده وضعك تمام مش محتاج تعمل حاجة تاني؟ خليني اقول لك ان الشبكات كده اتحلت معاك، لكن ممكن يكون في مشاكل تانية انت مش واخد بالك منها، هتبدأ تظهر وهتقرفك ومش هتمشي. او فعلا اصلا انت بتواجه مشكله تانية معاها الشبكات، زي تقطيع في التطبيقات، في الانيميشن، استهلاك في البطاريه، حراره عاليه، وكل المشاكل دي مش هتمشي لو انت عملت ضبط الشبكه. فانت برضو هتلاقي نفسك اتزنقت كده ورحت لضبط المصنع او فورمات لكامل الجهاز. لكن خليني اقول لك على كام نقطه لازم تاخد بالك منهم عشان لما تعمل ضبط مصنع موبايلك فعلا مشاكل فيه تتحل، ما نرجعش لنقطة الصفر تاني وتلاقي موبايلك برضو فيه مشكلة. هل فعلا بعد التحديث البطارية بقت وحشة مع الوان يو اي 7 ولا بقيت حلوة؟ الحقيقة هنا ان بعد الوان يو اي 7 في تطوير حصل للبطارية، والموبايل بقى بيستغل البطارية بشكل احسن، بقى بتقعد معاك وقت اطول. طيب انت مش لامس ده والبطارية بقت معاك اوحش من الاول ومش طايق التحديث، لدرجة ان انا لقيت في كومنتات بتقول لي وانا ينفع الغي التحديث؟ يعني ينفع ارجع لتحديث الوان يو اي 6؟ يعني الناس خلاص ما بقتش طايقه التحديث. بس لا، يعني ما تيأس قوي كده وما تزعلش، هنحل المشكله والتحديث يفضل معاك وما تضايقش نفسك. طيب والناس اللي بتواجه شحن بطيء، الموبايل بيشحن بطيء مش زي الاول، ده مش الشحن السريع بتاع الموبايل اللي انت متعود عليه، ده ناتج برضو لمشكله تانية، انك انت عندك الموبايل هنا سخن، الموبايل حرارته بترتفع بدرجه كبيره، الموبايل بتبقى سايبه لوحده وتلاقيه سخن برضو، هو بيرتفع كده، يعني بيسخن مع نفسه لوحده من غير ما تعمل عليه حاجه. خلي ما تحطه على الشاحن، الشاحن بيخليه يسخن. فطبيعي هنا مع الحراره العاليه اللي بتبقى في الموبايل هنا، الشاحن ما بيدكش القدره القصوى اللي المفروض يشحن بيها زي ما انت متعود، لا، بيقلل السرعه هنا عشان الحراره ما تروحش لحته ابعد من كده. فطبيعي هتلاقي الموبايل بياخد معاك وقت طويل، ممكن يوصل للضعف كمان، فتحس ان خلاص بقى الشاحن باظ. لا، الموبايل كده باظ، ما بيشحنش سريع زي الاول. ما تقلقش، هتعمل ضبط مصنع برضه المشكله هتحل معاك، لكن خليني اقول لك بعد ما تعمل ضبط مصنع ممكن برضه تستمر حتة الحرارة والشحن البطيء. ليه بقى؟ أنا أقول لك ليه. مينفعش تعمل ضبط مصنع عشان تحل مشكلة التحديث ولاقيك حاطط لي موبايل بيشحن وهيقعد وقت طويل، طبعا هيقعد له ساعة على الأقل عشان يشحن، في أوضة أو في مكان أو الغرفة اللي أنت حاطط فيها موبايل بيشحن مينفعش حتى مروحة شغالة تسيبه كده في حتة كده لوحده وتمشي أنت وتسيبه، ده مينفعش. لازم توفر بيئة حوالين الموبايل، بيئة كده هادية مثالية. عايزين
الجو كده ما يعلاش عن 20-25 في الاوضه اللي انت بتشحن فيها، لان اعلى من كده طبيعي الجو هيسخن الموبايل، يبقى ما عملناش حاجه. او تبقى مثلا حاطه على الشاحن وفاتح الشباك والشمس ضاربه على الموبايل، فالموبايل بيسخن من الشمس، لا لا كده حرام، هو مش هيشحن كده، هو هيسخن. بشكل اوضح لازم ما يبقاش فيه اي عامل خارجي مؤثر بان درجه حراره ترتفع للجهاز. فنقدر نقول كده ان اغلب المشاكل اللي هتواجهها مع التحديث هنا لما تعملها فورمات او ضبط مصنع هتتحل معاك. وخلينا نناقشكم في النقطه المهمه واللي تهمكم هنا. انت مش عارف تعمل فورمات، انت مش قادر تعمل فورمات وحاسس ان الموضوع تقيل عليك والموضوع صعب، ويعني لا انا عايز استخدم موبايل على طول، لسه هعمل باك اب وبعدين اعمل فورمات وبعد الفورمات اخد الباك اب اللي انا عملته ده ارجعه تاني للموبايل، لفه كبيره وقصه انت مش عايزها ومش قابلها. حابب اقول لك لا معلش، احنا محتاجين ندوس على نفسنا شويه ونستحمل عشان نحل المشاكل دي. واحد تاني يقول لي انا معيش كمبيوتر، انا معيش لابتوب عشان اعمل الباك اب واعمل الفورمات واوصله بالبرنامج. احنا مش محتاجين كمبيوتر ولا لابتوب ولا اي حاجه، لو معاك تمام جدا كويس، مش معاك احنا محتاجين بس منك فلاشه. فلاشه وهتعمل فورمات، فلاشه وهتاخد عليها الباك اب بتاعك وتعمل فورمات عادي. بلاش فلاشه، كارت ميموري، كارت ميموري بس، هارد خارجي، اي مساحه تخزين ممكن توصلها بالموبايل تقدر تعمل عليها الباك اب بتاعك، وبعد كده تعمل فورمات وترجع الباك اب دي تاني. اقول لك على حاجه، مش عايزين اي حاجه، ولا فلاشات ولا كروت ميموري ولا لابتوب ولا كمبيوتر. بص انت معكش غير الموبايل والانترنت وربنا. هنعمل فورمات، هنعمل فورمات، هنعمل باك اب، هنعمل باك اب. مش هنروح لحد على فكره، انت اللي هتعمله لوحدك. هي بقى دي فكره الفيديو الجاي، استنانا، مع السلامه.